شيخ جمعة، كيف ترى يعني هذا الكلام، وجهة نظر الدين في هذا الكلام؟ هل هذا لضعف التدين؟ هل لضعف الدعوة؟ هل إن الحقيقة يعني الدعوة مش واخدة حقها ولا إيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وبعد. أولا قبل ما نخوض في أصل الموضوع، أنا بس أستاذن معاليك في دقيقتين كده بسرعة. اتكلم، اتفضل، بخد راحتك. قضية الإلحاد لم تكن واردة في أي دين. أي دين من الأديان، سواء الإسلام أو المسيحي أو اليهودي. دي قضية مستحدثة. الإلحاد المستحدث في الزمن المعاصر إن هم بيقولوا لا اعتراف بوجود الله. هذه القضية مستحدثة. من الذي أحدثها؟ بنو صهيون. لما ربنا تبارك وتعالى خاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. سبحان الله ونعم بالله. دول أهل الجاهلية الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بوجود الله، ولكن يجعلون له أندادا، زي ما ربنا قال إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فقضية الإلحاد من يجعل لله أندادا، حكمه إيه في الدين؟ في الشرع، شرع الله. مشرك، خارج من يعني الملة. كافر؟ نعم، خارج من الملة. يعني أنا الراجل ده دلوقتي كافر؟ هذا الرجل باللي أنت سمعته منه سيد الفاضل، هذا الرجل قال الله في حقه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حوار مع أحد المشركين، قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بيقول له أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات. من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق وأوجده من عدم؟ كل هذا هو لا يؤمن به. فالإلحاد ده بيقول لك ما عندوش يقين إن نعم. ربنا سبحانه وتعالى المولى عز وجل إنه موجود أصلا. نعم.